تحية صادقة للجميع. موضوع هذا الفيديو طريف ومضحك، حدث في نهاية الأسبوع الماضي وبالضبط بالجارة الجزائر. دائما ما يتحفنا حكامها بأفعال ومواقف تثير الضحك والسخرية، وهم يظنون أنهم بهذه الأفعال أنهم يستفزون المغرب. نتفهم هذه الأفعال، فهي نتيجة تفوق المغرب على الجزائر في عدة مجالات. نتكلم الآن فقط عن كرة القدم. الجزائر أو النظام الجزائري أصبح يحس بأن المغرب تجاوزهم بمراحل بما حققه من إنجازات كبيرة، سواء لمنتخب الكبار في كأس العالم بقطر ووصوله لنصف النهائي. الأندية المغربية أصبحت تحصد الأخضر واليابس، وكذلك منتخب كرة قدم مصغرة وصل لمراحل متقدمة في كأس العالم، وآخرها منتخب الفتيان الذي استطاع أن يصل إلى نهائي كأس إفريقيا التي أقيمت بالجزائر، وأقصى المنتخب الجزائري في دور الربع بنتيجة كبيرة 3-0، وتأهل بالتالي لكأس العالم. كل هذه الإنجازات وضعت النظام الجزائري في موقف محرج، خاصة أنه يتعرض لحملة كبيرة من الرأي العام الجزائري الذي بدأ يحس بالفرق بين ما وصلت إليه كرة قدم مغربية وجزائرية، وهم لكي يخففوا الضغط عنهم يقومون ببعض الأفعال التي تبين مدى تخبطهم والمشاكل التي يعانون منها. وآخرها برمجة لقاء لفريق جزائري، وهو بالضبط مولودية الجزائر مع جمهورية الوهمية. والأكثر من ذلك الاتفاق على أن يسجل هذا المنتخب الوهمي هدفا على الفريق مولودية الجزائر على طريقة بلايلي، لكي يكون الاستفزاز للمغرب أكبر. صراحة نشفق على حال النظام الجزائري وعلى الإخوة في الجزائر الذين لا حول ولا قوة لهم أمام هذا النظام المستبد. شكرا للمشاهدة، وإلى لقاء آخر بإذن الله.